عن خط المرمى. يجب أن يبقى أو تبقى على الأقل قدم واحدة داخل رقعة أو على خط المرمى. إذن سندخل إلى ضربات الترجيح وسننطلق مع أول ضربة ترجيحية. أول ضربة ترجيحية المنتخب الوطني المغربي تتقدم وهدف أول. حنان أيت الحاج تضع الكرة في المرمى 1-0. بداية في مسار تهديفي، بداية في مسار تهديفي يدار على أنه مسار جيد. الآن ثقل غادي يمشي لاعبات المنتخب الغاني. حنان أيت حاج بداية مشجعة لعميدة المنتخب الوطني المغربي بعد غزلان الشباك. خديجة رميشي، كل ثقة بخديجة رميشي للتصدي، ويا ما فعلتها خديجة رميشي في العديد من المباريات. اليوم أمام بونسو، جوزيفين عفوا بونسو تلعب في الدوري الألماني FC كارل يينا. يلا خديجة رميشي، نتمنوا أنها تكون موفقة في التصدي. كرة تنفذ، مشات خديجة رميشي نحو الكرة، كانت قريبة من إزاحة هذه الكرة تحديدا. 1-1 الآن. لاحظوا الزاوية الصحيحة، خديجة رميشي تسدد. إذن ضربة ترجيحية ثانية الآن. ابتسام شريدي وضعت الكرة ديالها، تتقدم، تسجل هدف ثاني. 2 الأهداف مقابل هدف واحد. استثمار جيد للكرة. جماهير تهتز في المدرجات، صغيرات كبيرات صغار كبار شيب شباب الكل يتابع. وابتسام شريدي كتوضع الكرة في المرمى. لاحظوا ردة الفعل، لاحظوا الجماهير والدعاء. 2 الأهداف مقابل هدف واحد. كرة للمنتخب الغاني الآن. أمامنا اللاعبة كوسي أليس تحترف الدوري السعودي في الأهلي السعودي. لاحظوا التموضع. خديجة رميشي، يلا خديجة ولكن الكرة في الشباك، كرة في الشباك. جوج. هذا هو الحال في هذا اللقاء. لاحظوا الكيفية، تنفيذ بهذا الأسلوب. أليس تسجل الكرة. ضربات الترجيح مستمرة، والضربة الترجيحية الثالثة. كنزة شابيل لاعبة ستراسبورغ الفرنسي، لاعبة المنتخب الوطني المغربي. كنزة تتقدم، تسجل لدرجة أنه تبتات حارسة مرمى المنتخب الغاني وتمكنات من وضع الكرة في الشباك بكل ثقة. كرة أرضية، الحارسة تابعتها بالعين المجردة. الحارسة كولان، فرحة كبيرة من القباط التقني والاحتياط أيضا ديال لاعبات المنتخب الوطني المغربي. ننتقل للاعبات المنتخب الغاني. أمامنا إيفلين بادو تحترف بالدوري النرويجي
فريق مولدي النرويجي. خديجة رماء رميشي، والكرة خارج الخشبات الثلاث. لا 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 ممتاز. هذه دفعة معنوية، بداية. خديجة رميشي مشات نحو الكرة، ولكن اللاعبة الغانية لم تؤطر كرتها جيدا إلى خارج الخشبات الثلاث. فرحة كبيرة، ردة فعل بالسوبر سلو موشن. شوفوا الفرحة بالطريقة وبالندية، وأيضا بالرغبة المغربية بمواصلة المشوار، مواصلة الطريق نحو النهائي اللي نتمناه دائما يكون مغربي خاص وخالص، وممكن ذلك لما لا، ممكن ذلك. كرة مغربية تسجل مرة أخرى نواصل الطريق، مرة أخرى نواصل المسار اللي هو ناجح في هذه الكأس، في هذا المشوار الإفريقي في بلادنا. محاولات واستمرار هذه المحاولات واستمرار هذه الفرص. 4 ديال الأهداف مقابل 4 هدفين. مشاهدينا الكرام، هذه ضربة ترشيحية، التصدي لها يعني النهائي سيكون من نصيب المغربيات القادرات. خديجة رميشي تصد. ألف مبروك. كرة القدم الوطنية حاضرة. فرحة كبيرة لكل من ساند ولكل من